انا بشكر اليوم اللي انا دخلت فيه الانتخابات دي، لكن انا عانيت في الانتخابات ان انا شفت ناس على اصلها. يعني انا شفت في الانتخابات اكتر بكتير جدا ما شفت ان انا مثلا لما اوفيت العطاء في وزاره الداخليه، اقسم بالله انا ما شفت في انتخابات في اي نادي ولا في ده كله كان بيبقى في مشاكل ما بينهم كبيره، وده يجيب بيتكلم على ده وده يتكلم، لدرجه ان احنا سمعتنا كانت واصله لاخر مصر ان نادي سموحه فيها انتخابات قويه جدا. احنا بالظبط احنا كنا اسمها مجموعه 48. لا يعني تجربه غريبه جدا، يعني مش ما كناش فاهمين في ايه، شبه مش عارفين نوزع حتى الدعايه بتاعتنا، الوسائل الدعائيه بتاعتنا على الاعضاء. ولكن انا لو كنت حطيت لنفسي حاجه غير المستقل كنت هتجه طبعا لمحمد بجاي. فبيقول لا انا كده، انا ماجد كده مثلا ما بيتكلمش فير، بس ناس كانت واقفه على البوابه من بره كانت بتقول للناس اللي داخله انتخابات اتلغت. في حاجات كتيره جدا حصلت في الانتخابات ولا تقدر تجزم مين هو المحرك. انتخابات يا فندم دي يعني ما تزعلش مني، ديرت ورك بالظبط. هو سياسه انك انت هتكتشف فيها ممكن ناس اقرب الناس ليك جدا ما تلاقيهمش وقتها، وناس ما كنتش تتخيل انهم يقفوا جنبك هتلاقيهم بقوا جنبك وفي كتفك. الوسيله الوحيده الدعائيه لينا للاعضاء ككل هو السوشيال ميديا. ما تقدرش توزع ورقه في النادي، ما اعرفش ايه السبب. بيجي صديق ليك ينزل لك بوست يقول لك انا من الداعمين مثلا لماجد موسى، لمحمد سويدان، لفلان لفلان، المفروض 4، احنا 4 تمام. يجي له تليفونات من ناس زعلانين جدا منه، ال4 دول بقوا 6، نص ساعه بقوا 9، نص ساعه بقى الراجل بيدعم 10. فالنتيجه طبعا لا مش يعني انا حسيت انها مش بالنسبه لي مش مظبوطه. بالنسبه لي انا مش هقدر اخش انتخابات تاني الا لما اعرف اذا كان في منظومه اداريه هتمسك الانتخابات دي صح ولا لا. ما كانش في اي منظومه اداريه بتدير الانتخابات عندنا خالص، ان انا مش محتاج انتخابات ولا محتاج مجلس اداره عشان اخدم النادي. مفيش رئيس نادي هيعرف يشتغل لوحده، مفيش عضو مجلس اداره هيعرف يشتغل لوحده، ولا نائب حتى لوحده. لازم هي منظومه كامله، لكن هم بينشغلوا ببعض، بينشغلوا بخلافات شخصيه مع بعض. انا اللي بخسر في الاخر اعضاء الجمعيه العموميه. انا بصراحه انا كنت مع الاثنين. التغيير بقى كان مش تغيير من وليد، معلش مع احترامي لحضراتكم، يعني هو التغيير كان من مجاهد. احنا هنتكلم على منصب الرئاسه. لا انا ما حطيتش لحد. الاثنين بالنسبه لي ناس اعزاء عليا، وانا مش عايز اجي على حد بصراحه. يعني مش عايز اجي لا في صف ده ولا في صف ده.